شفته بيشبني عمل على نفسه النهارده. تعمل على نفسك؟ احنا مش كبرنا بقى؟ ده انا بنتي عمرها ما تعمل على نفسها. انت عملت على نفسك تاني النهارده؟ ده انا هديك حته علقه. ها؟ وفكرك ان انت لما تقولي للي حواليه وتقارنيه بغيره، وان انت لما تديله حته علقه بقى سخنه عشان يتعلم ان هو ما يعملش كده تاني، ده هيجيب نتيجه معاه؟ طب تعالي اقول لك في كلمتين على السريع ايه اللي هيحصل بسبب كده. اولا التبول اللا ارادي دوت نوعين، يا بيبقى بقصد او من غير قصد. بقصد لما بيبقى مثلا في مولود جديد وحاسس بمشاعر غيره او قله اهتمام. من غير قصد لما بيبقى مثلا في مشاعر خوف وتوتر وقلق وشده العقاب ودايما بيبقى منتظر منك عقاب. كمان لما تستخدمي معاه اسلوب العقاب والمقارنه وان انت تقولي ان هو بيعمل كده دوت مش هيقلل خالص، ده هيزود. تعالي اقول لك بقى بكل بساطه تحلي موضوع التبول اللا ارادي ده ازاي. اول حاجه لازم تشوفي الطفل دوت بيتعرض لحاله ضغط او توتر او تنمر او مقارنه او قهر علشان يحصل له كده. كمان ممنوع العقاب في الحالات ديت علشان ما يزودش عنده العقده. ويا ريت كمان لو احاول ان انا ازود ثقته في نفسه وان هو كويس وان هو شاطر وان هو جميل وان الحاجه ديت عادي. كمان لغه الحوار مهمه جدا في الحالات دي. لو الموضوع ده وصل لغايه 7 سنين فيما فوق ولسه موجود